الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمين العام لحزب القوى الديمقراطية، سعادة الرئيس رباط للثقافات، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل أن يمثل الإنسان بلده وفي بلد هو أيضا منه. ما أجمل أن يمثل الإنسان بلده وهو بين إخوانه وأحبابه، يعيش بين أشخاص يقاسمونه الحب ويقاسمونه الفرحة ويتقاسمون معه الأماني. إنني لسعيد جدا أن أجد نفسي أمامكم للتعبير عن شكري شخصيا وشكر شعب جزر القمر لما تقدمه المملكة المغربية لبلدي جزر القمر. نحن على يقين أن ما يفعله المغاربة من أجل وطن جزر القمر فإنما هو لقناعتهم بأن جزر القمر جزء من المغرب، فما يهم المغرب يهم القمريين كذلك. فلا أكون قد أخرجت سرا إذا قلت لكم بأن الرئيس الذي عينني سفيرا هنا هو ابن المغرب، لأنه درس في الأكاديمية العسكرية في مكناس، وزوجته أيضا درست هنا في الرباط في المعهد الإدارة هنا، وأبناؤه الأربعة أيضا درسوا هنا في المغرب. وفي داخل الحكومة الحالية الآن الحكومة تتكون من 15 وزيرا، أكثر من 4 درسوا هنا في المغرب. وحتى لا يحسدنا الآخرون لا أكتفي بهذا فقط، لأني لو أردت أن أذكر لطال فشكرا الأخ رشيد الياقوتي على هذا التكريم وهذا التشريف. إنه ليس تكريما وتشريفا لي، وإنما هو لبلدي جزر القمر. فجزاكم الله خيرا على حضوركم، وأنا ممتن جدا لرؤية هذه الوجوه النيرة المبتسمة في وجهي التي تشعرني بأنكم جميعا تقبلون أن تكون جزر القمر ضيف شرف في هذه الدورة الثانية. فشكرا لكم. هذه الابتسامة التي أقرأها في وجوهكم تعطيني معاني كثيرة جدا، ولولا أن البرنامج لا يتحمل الخطب الطويلة والكلمات لأطلت، ولو كنت شاعر اليوم لقلت فيك يا رشيد وفي الجميع، لكن أنا أحب الشعر ولست من الشعراء، وأنا ربما من عشاق الشعر حتى، لكن حرمت من الصياغة. أنا لا أدري لماذا. وأنا أتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حاول مرة أن يقول الشعر فلم يستطع عندما قال أن يقول نفلق هاما من رؤوس عزة ما استطاع أن يكمل، فكمل له أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فالفرحة غامرة وعامرة تسحب مني الكلمات والألفاظ حتى لا أقدر على التعبير، لكن ربما تشعرون كما أشعر على أنني سعيد، وأشكركم على حضوركم المتميز، لأنني أرى كأن تم اختيار شخصيات تمثل جهات وتمثل ثقافة وتمثل المغرب كمجتمع وكدولة. شكرا لكم جميعا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.